تقارير تؤكد إدارة الزمالك تتفق مع أوسوريو على إعارة هؤلاء اللاعبين. مصدر من داخل نادي الزمالك وبحسب تقارير صحفية كشفت أن هناك اتفاق بين إدارة نادي الزمالك والمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء على إعارة بعض اللاعبين الشباب داخل الزمالك، حيث سيتم إعارة بعض اللاعبين الشباب إلى الأندية الأخرى خلال الانتقالات الصيفية الجارية من أجل حصولهم على فرصة مشاركة واكتساب المزيد من الخبرات، حيث تم الاتفاق على إعارة بعض اللاعبين الشباب الذين لن يتم الاعتماد عليهم خلال الموسم القادم مع الفريق الأول، بينما البعض منهم سوف يستمر مع الفريق بسبب أزمة إيقاف القيد. يذكر أن إدارة الزمالك تسعى للاستفادة من عدة عناصر شابة داخل قطاع الناشئين ومنحهم الخبرات اللازمة وفرصة المشاركة المطلوبة، وتلقى بالفعل عدد من عناصر الفريق الشابة العديد من العروض من الأندية، خاصة تلك الأندية التي صعدت حديثا إلى الدوري الممتاز.